الآن نشرة الأخبار. البنك المركزي في عدن يتخذ إجراءات هامة، تعرف عليها. وجه البنك المركزي اليمني الجهات الحكومية المعنية بمنع خروج أي عملات أجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وذلك بعد أيام من فتح بعض الطرقات بين المحافظات. وكشفت وثيقة ساطرة عن مركز القيادة والسيطرة بمحور تعز العسكري التابع لقوات الجيش تعليمات إلى قادة الوحدات العسكرية ومدراء الأجهزة الأمنية تقتضي بتنفيذ قرارات وتوجيهات البنك المركزي في عدن بشأن دخول وخروج العملة المحلية والعملات الأجنبية من وإلى المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة عدن. وتضمنت التعليمات المنع الكلي لخروج العملات الأجنبية الدولار والريال السعودي واليورو من مناطق سيطرة الحكومة في عدن إلى مناطق سيطرة الحكومة في صنعاء. كما تضمنت منع دخول العملة المحلية القديمة إلى المناطق لحكومة عدن والسماح بخروجها إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء. كما تسمح التعليمات بدخول وخروج العملة الجديدة في الاتجاهين على ألا يتجاوز المبلغ 200,000 ريال. في الأخير مشاهدينا الكرام، أتمنى منكم الاشتراك في القناة ومتابعة أهم الأخبار مع كشك الأخبار. تحياتي.